لو ما فيهاش فلوس بنتصل تيجي فلوس على طول بقى حضرتك ما تشفطش فيز زي اللي حصلت في المكان الثاني ديت. لا فيها ميزه احسن من المكان الثاني. دايما الراجل احنا بنتمنى او بنترجى حضراتكم ما تمشيش ان هي اذا كان هتخلوه عند الفروع عليها مش عندنا مانع بره. احنا البلد مش عندنا مانع لانها مكانها بس ما تنجلش. في مشكله عند علاء الوحده المحليه هنا الوحده المحليه ما نفعتش في المعاينه. في مكتب بريء مكتب تموين مطورين السنه دي. بعد اذنك يا عمده بعد اذنك هو انا في النطاق الوحده ليه؟ لان انا الحياه كريمه كل مجمع الخدمات هيكون هنا. انا عندي نازل مساحه 7 فدان ورا الوحده على طول. عندي مجمع خدمي خدمات، عندي بنك زراعي، عندي مجمع زراعي، عندي مركز شباب، يعني كل خدمات الوحده وضواحيها وتوابعها هتكون جنبي. فهي يا ريت انتوا تخصصوا لها. طيب هو مبدئيا كده البنك عايزها تكون موجوده في مكانها. ليه؟ لو هتتنقل من مكانها ده معناه فسخ التعاقد. تمام؟ دلوقتي في الوقت الحالي لو حصل لا قدر الله فسخ التعاقد المكنه هتتشال خالص وتروح تمام. فما فيش حد هيستفاد منها نهائيا. لا خليها مكان. احنا بنسعى كده والاداره بتاعت البنك بتسعى كده عشان هي شايفينها ان هي بتخدم ناس كتير وعدد المترددين عليها كتير جدا. فاصلا اداره البنك لما جه جواب من الدكتور صاحب الصيدليه بان هو عايز ينقلها او عايز يشيلها، اداره البنك وقفت معانا قالت لا نسيبها علشان بتخدم يعني الدكتور نفسه اللي هو عايز وده لسبب هو برضو ايه شايفه انه جاله تفتيش من خط الصيادله او حاجه زي كده. طب هل احنا لو عملنا تعاقد باسم الوحده المحليه اللي هو كان العمده مقدم عليه هل مش تتنقل هنا بالتعاقد؟ لا اي مكنه لو حصل لها فسخ تعاقد هتروح بقى للاداره وبعد كده نبدا نعمل تعاقد من اول وجديد. وللاسف مفيش مكن متوفر في الفتره دي. مفيش لسه جايه لنا المكن ده زي بيجي زي ناقصه كده بناخد كل فتره كل 6 شهور ولا ياخد اوردر على مستوى الجمهوريه بالظبط وكل واحد موزع مثلا. خلاص احنا فيها تفضل مكانها وتشتغل وفي نفس التوقيت نقدم لحضرتك تعمل فما فيش حد هيستفاد منها نهائيا. لا خليها مكان. احنا بنسعى كده والاداره بتاعت البنك بتسعى كده عشان هي شايفينها ان هي بتخدم ناس كتير وعدد المترددين عليها كتير جدا. فاصلا اداره البنك لما جه جواب من الدكتور صاحب الصيدليه بان هو عايز ينقلها او عايز يشيلها، اداره البنك وقفت معانا قالت لا نسيبها علشان بتخدم يعني الدكتور نفسه اللي هو عايز وده لسبب هو برضو ايه شايفه انه جاله تفتيش من خط الصيادله او حاجه زي كده. طب هل احنا لو عملنا تعاقد باسم الوحده المحليه اللي هو كان العمده مقدم عليه هل مش تتنقل هنا بالتعاقد؟ لا اي مكنه لو حصل لها فسخ تعاقد هتروح بقى للاداره وبعد كده نبدا نعمل تعاقد من اول وجديد. وللاسف مفيش مكن متوفر في الفتره دي. مفيش لسه جايه لنا المكن ده زي بيجي زي ناقصه كده بناخد كل فتره كل 6 شهور ولا ياخد اوردر على مستوى الجمهوريه بالظبط وكل واحد موزع مثلا. خلاص احنا فيها تفضل مكانها وتشتغل وفي نفس التوقيت نقدم لحضرتك تعمل واحده ثانيه عشان تخدم المراكز اللي عندي هنا. يبقى احنا عادي الناس بيستفادوا منها. دي فتره لغايه لما نجيب لكم واحده ثانيه من اول كده. نفضل مع الدكتور علاء. هي المشكله عند الدكتور علاء وخط الصيادله. خط الصيادله كلموا حد نمهد لعند دكتور محمد شاكر لما نعمل طلب تاني ولو عايز حضرتك اعمله لك واختمه لك من عندي ان انت تمشي حضرتك في تقديم اجراءاته بحيث ان انا هذكر لك فيه ان انا عده مراكز خدم البلده، في مجمع زراعي، في مركز شباب، في عندي مستشفى التامين الصحي.
مستشفى التأمين الصحي الشامل مسك في الشرقية، فإن شاء الله أنا موجودة. ربنا يبارك. أنا بص أي حاجة تخدم المكان اللي أنا فيه بفضل الله مش عندها العقل. أنا بالنسبة لي مش عندها. منع التخاذل. أقول حضرتك خليها دي زي ما هي، وطلب تاني إن إحنا نمشي في ممكن اقول حاجه يعني وعشان انا برضه مفتش وفاهم الدنيا. تحت. المكن ده بتابع من القاهره، لو هي فضلت ما فيهاش فلوس كده يبقى معنى كده ان هي تتشال. فاحنا لازم نشغلها النهارده او بكره. طب ما عشان أنا الرئيس الرئيس هو المفروض لو اشتغلت النهارده مفصول عنها الحاجه، الفلوس هتجيلها بالكتير النهارده او بكره. يعني احنا ممكن نشغلها النهارده او بكره. طب الموضوع الدكتور علاء نشوفه مع نقطة على الكوبري هنا. تأثير طول الليل. يا مرحبا يا دكتور.